السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايب؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير وفي اتم صحة واحسن حال يا رب، اللهم امين. وحشتوني قوي يا بنات من اخر فيديو عملناه مع بعض، وعايزة بجد اشكركم على كمية اللايكات والتعليقات الحلوة اللي في الكام فيديو اللي فاتوا. بجد كلكم يعني بحبكم قوي، ربنا يبارك لي فيكم ويسعدكم بجد على قد ما اسعدتوني وزيادة. عايزة اقول لكم بجد كمية لايكات وتعليقات واشتراكات، اللهم بارك، بجد انا مبسوطة جدا. ربنا يا رب يخليكم ليا ويدومكم صحبة يعني صالحة وجميلة في حياتي. حبيت بقى تشاركوني فرحتي، وانا عارفة ان كلكم النهاردة هتفرحوا لي قوي يا بنات. ربنا يرزقكم يا رب كل ما تتمنوه زيادة. تعالوا بقى اوريكم الحاجات الجميلة اللي جات لي بمناسبة عيد ميلادي، وكمان تاخدوا فكرة كده لو حابين يعني تجيبوا حاجة منها ان شاء الله. نقول بسم الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أول حاجة بقى يا بنات، يعني صحابي طبعا حبايب قلبي ربنا يخليهم ليا، جابوا لي الكبة القمر دي. وعايزة أقول لكم بصراحة بقى كان نفسي في الحجم ده من الكبة جدا. بصوا هي نوعها كده فريش، يعني لتر ونص بقوة 400 واط. انتوا عارفين بقى ان انا عندي طبعا تورنيدو بس الكبيرة اللي هي معاها المجموعة بقى بتاعة الكبة والهاند بلندر. انا بصراحة كنت محتاجة طبعا للصغيرة دي، على اساس بقى ان هي يعني تبقى صغيرة على قد مثلا بصلة او اتنين، توم كزبرة، الحاجات بقى اللي انتوا عارفينها الصغيرة دي يا بنات. اللهم صلي على سيدنا محمد، تحفة جدا وحجمها كده كيوت وجميلة جدا. ومعاها طبعا كتالوج، الكتالوج بتاعها طبعا بيكون مكتوب فيه كل حاجة. وانا اخدت فكرة عنه كده بسيطة طبعا، لان سجلت الفيديو طبعا بعد ما جربتها كمان يا بنات. مكتوب في كده ان احنا ممكن نفرم فيها لحمة، بس اهم حاجة كده نقطعها صغير. وتنفع كمان لفرم الطماطم وحاجات كتير زي الملوخية و... وحاجات كتير قوي بصراحة. ومكتوب فيها كمان ان ما ينفعش طبعا الحاجات الناشفة خالص، زي مثلا الفلفل الاسود واللحمة المجمدة والحاجات القاسية دي يا بنات، يعني بلاش منها خالص. فيها كده يعني كمان سهم كده من جوه، على اساس كده لما تيجي تشغليها تعرفي انك بتركبيها صح. هي ما شاء الله زي ما انتم شايفين حجمها حلو قوي، والسكينة بتاعتها كده يعني قوية جدا وعايزة اقول لكم يعني ما شاء الله عجبتني جدا جدا جدا. هم بصراحة صحابي عارفين ان انا نفسي فيها فيعني جابوها لي وكده. احسن حاجة كمان ان معاها بصراحة ضمان لمدة سنة، ويمكن دي اكتر حاجة برضو عجبتني فيها. السكينة بتاعتها زي ما انتم شايفين كده قوية جدا وحادة طبعا. الغطا البلاستيك الاسود ده هنشيله بقى وقت الاستخدام. وزي ما انتم شايفين يعني الحلة بتاعتها كمان متينة جدا، يعني مش سهل ان هي تتكسر مثلا او تتجرح وكده، لا هي بصراحة حلوة وتقيلة وما شاء الله حلوة جدا. انا جربتها يا بنات وعايزة اقول لكم اللهم بارك في الاستخدام. بصراحة تحفة جدا جدا جدا، يعني انصح اي حد بيها. بصوا ده السهم اللي بقول لكم عليه علشان تعرفي كده ان انت بتشغليها مظبوط، وبتضغطي بقى من فوق هنا كده وبتشغليها بكل سهولة. طبعا انا جربتها وان شاء الله هجربها معاكم باذن الله في الفيديوهات الجايه، وهعمل لكم ريفيو كده بالتفصيل عنها. عجبني كمان كده ان اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ان السلك بتاعها طويل، يعني تاخد معاكي كده لو مثلا الفيشه كده بعيده عن المكان اللي بتطحني فيه او بتشغلي مثلا الكبه فيه، لا هي بصراحه حلوه وكل مميزاتها جميله. ان شاء الله كده هقول لكم برضو باذن الله في الفيديوهات الجايه كل حاجه حابين تعرفوها عنها. وكمان يعني هجربها معاكم واقول لكم رايي فيها، بحيث لو حابين كده ان شاء الله تشتروها و... وتعرفوا كل حاجه عنها باذن الله. لو وصلتي بقى معايا لحد هنا في الفيديو صلي على النبي في التعليقات وحطي لايك للفيديو علشان الفيديو يروح لناس تانية كتير. وكثفوا الصلاة على الرسول يا بنات، زي ما احنا متعودين طبعا في كل فيديو. احنا في ايام جميلة ومفترجة، وعلى قد ما نقدر كده نوصل صلاتنا على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لأكتر عدد من الناس، طبعا بناخد أجر على كده، خصوصا ان احنا في ايام جميلة، يعني كل ده في ميزان حسناتنا ان شاء الله. بصوا بقى القمر ده يا بنات، الهدية التانية طبعا اللي جات لي برضو. عايزة اقول لكم بقى الجردل الموف ده انا بصراحة كان نفسي فيه جدا جدا جدا، خصوصا بقى في يعني اليومين دولت بقى داخل علينا تنظيفات بقى رمضان، كل سنة وانتم طيبين، وتنظيفات العيد. وبصراحة بقى يعني كنت زهقت خلاص بقى من الجردل اللي هو الشرشوبة العادي جدا. صورت معاكم بيه طبعا كتير، وكنت خلاص نفسي اجرب ده بصراحة، وبقالي فترة كبيرة جدا نفسي فيه. بص هو انا واصحابي بصراحة دايما يعني كل ما بنقرب كده على عيد ميلاد حد فينا بنشوف بقى هو محتاج ايه، وبنشترك مع بعض كلنا وبنجيب هدية مثلا، يعني حاجة كده نستفاد بيها ويكون نفسنا فيها احسن ما كل واحد بقى يشتري هدية لوحده. وده بقى اصحابي اللي عملوه معايا. هم عارفين ان كنت بفكر بصراحة اشتري الموب.
زي ما انتم شايفين هي نوعها الوطنية حلوة جدا جدا بصراحة، يعني مقارنة بالتركي لا هي حلوة وسعرها جميل. ويمكن هي بقى مع الفرق ان هي مصرية لا سعرها اقل من التركي بكتير. ما شاء الله حلوة جدا. طبعا انا بكون معاهم بقى هما بيشتروا الهدايا، احنا دايما متعودين مع بعض على كده يا بنات. وريتكم قبل كده برضو من في عيد ميلاد كان ليا، كانوا جايبيني برضو لحاف فايبر كبير. بصراحة كل الهدايا اللي بيجيبوها لي كل سنة بستنفع بيها جدا وبتبقى عجباني، واغلبها بتبقى حاجات انا محتاجاها. احنا دايما بنعمل مع بعض كده، ربنا يخليهم ليا يا رب وما يحرمنيش منهم ويفرحهم بجد على قد ما فرحوني واسعدوني. بصوا جميلة جدا وعجبني اللون ده يعني منها قوي. عايزة اقول لكم يعني فرحانة بيها قوي يا بنات، ربنا يفرح قلوبكم وعارفة ان كلكم هتبقوا فرحانين لي. كمان هي حلوة معاها غيارين كده زي ما انتم شايفين. كل ده طبعا ان شاء الله هجربه معاكم في الفيديوهات الجاية، وهقول لكم بقى هي بصراحة احسن ولا الجردل الشرشوبة، علشان طبعا في متابعين كتير كانوا بيسألوني برضو عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. دي بقى هدية يعني هدية جميلة جدا وحاجة أنا كان نفسي فيها جدا 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 بصراحة. وبقالي فترة بصراحة كنت مترددة أشتريه وحجزت كتير قوي يعني الموب بقى اللي هي التركي وكده، وكل شوية صحابي يقولوا لي لا بلاش التركي دي غالية جدا، واحنا شايفين حاجة قريبة منها لما نخرج نشتريها. طبعا هم كانوا مخططين بقى ان هم يفاجئوني ويقولوا لي ان هم هيجيبوها لي برضو من ضمن الهدايا. هم بقى لهم بصراحة شهرين بيخططوا بقى لهدايا عيد ميلادي. احنا دايما مع بعض كده، يعني ربنا ما يقطع لنا عادة يا رب، ونجيب لبعض دايما الحلو كله ودايما نفرح بعض. لو وصلتوا معايا بقى هنا يا بنات حطوا لايك للهدايا الجميلة دي، ربنا يوعدكم يا رب بكل اللي بتتمنوه واكتر بزيادة. وتعالوا بقى اوريكم يعني حاجة بجد كان نفسي فيها جدا جدا. بصوا الحاجات دي كلها بصراحة انا كان نفسي فيها قوي، ولكن بصراحة بقى يعني الحمد لله والشكر لله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الهدية بقى الجاية القيمة دي هدية بقى الزوج ليا يا بنات، اللهم بارك يعني. حاجة بجد أنا كان نفسي بجد يعني أجيبها بقالي فترة كبيرة جدا جدا جدا. هو عارف بقى إن أنا بقالي كتير ببحث على اليوتيوب وبسأل عليها علشان أشتريها. بصوا عايزة أحضنها يا بنات من كتر فرحتي بيها. هو ربنا يبارك لي فيه يا رب ويخليهولي يا رب أنا وولادي. جاب لي الاير فراير طبعا. بعد بحث كتير بقى على اليوتيوب ودورت كتير وبحثت كتير. كان نفسي اجيب حاجة كده على قد امكانياتي وفي نفس الوقت كده تكون امكانياتها برضو كويسة وتديني كمان افضل نتيجة. اللهم بارك استقرينا في الاخر كده على اير فراير كنود. ربنا يرزق يا رب كل حد بكل اللي بيتمناه، واللي في نفسه حاجة بجد يجيبها، واللي في نفسه في القلاية ان شاء الله كده ربنا يرزقه بيها، وفي اي جهاز بجد نفسه فيه. ربنا يوسع عليكم يا حبايبي رزقكم ويرزقكم يا رب من حيث لا تحتسبوا وتجيبوا كل اللي في نفسكم فيه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ده شكلها يا بنات اللهم بارك، هي 5.5 كده لتر الحجم الكبير. طبعا علشان يعني انا كمان مريت بظروف صحية صعبة شوية، الحمد لله على كل حال. فبصراحة كان مطلوب مني اكل اكل صحي بعيدا بقى عن الزيوت والاكلات اللي مش صحية خالص. هي ما شاء الله يعني كمان بتاخد كده لحد 2.5 كيلو جرام. انا بصراحة يعني حبيت اختار انا وهو الكبيرة شوية علشان الفرق. يعني الفرق بصراحة ما كانش كبير، فبالنسبة ان دي حجمها اكبر والتانية صغيرة لا فرق السعر ما كانش كبير. ف... فاحنا اسرة يعني مكونة من 5 افراد، فهي بالنسبة لنا اللهم بارك حلوة جدا. انصح اي حد بجد يعني بيفكر يشتري اير فراير، لا الكنود حلوة جدا جدا. انا طبعا سألت وبحثت وعملت ريفيوهات عليها كتير جدا لحد ما وصلت ان دي افضل حاجة. علشان طبعا يعني اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يعني لو حبيتي تجيبي واحدة لا هاتي الكبيرة. علشان ما تحطيش الكمية بتاعتك على مرتين وتلاتة. كمان هي بتنجز جدا في الوقت. الشاشة بتاعتها كده ديجيتال وما شاء الله كده. يعني ان شاء الله هفتحها برضو معاكم في الفيديوهات اللي جاية وهنجربها مع بعض وهقول لكم برضو رأيي فيها بكل صراحة. بس انا عايزة اقول لكم ان انا يعني بحثت كتير لحد ما وصلت يعني الحمد لله اللهم بارك يا رب للنوع ده. وما شاء الله زي ما انتم شايفين هي يعني بتعمل وصفات كتير. وكمان يعني الحلو فيها انها بتاخد معلقة زيت واحدة، يعني مناسبة جدا برضو بقى في الظروف اللي احنا فيها. خصوصا بقى انتوا عارفين يعني اسعار الزيت بقت بصراحة خزعبلية جدا يا بنات والله الله المستعان. معاها طبعا من جوه كتالوج برضو بيوضح كل حاجة. انا بحب بصراحة ماركة كنود جدا جدا. هي ما شاء الله كمان يعني ماركة معروفة انها براند كويس قوي،
وكمان اثبتت نفسها طبعا في منتجات كتيرة على مدار السنين اللي عدت. معاها كمان يا بنات ما شاء الله ضمان يعني ضمان دولي، ودي اكتر حاجة عجبتني فيها. وبحثت كمان عن استهلاك الكهرباء وعرفت ان لا، استهلاكها عادي جدا زي الكاتل، ويمكن اقل كمان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بتشتغل كمان من درجة حرارة كده من 80 ل 200 درجة مئوية، وفيها كمان تايمر يعني بتتحكمي فيه زي ما انت عايزة. كمان كل حاجة طبعا مكتوبة فيها من جوه، فان شاء الله هفتحها معاكم واوريها لكم بالتفصيل في الفيديو اللي جاي، عشان ما حبيتش اطول عليكم الفيديو ده. ويعني حبيت اوريكم الهدايا من بره كده والتفاصيل باذن الله مع بعض في يعني في خلال الفيديوهات الجايه ان شاء الله. حبيت كمان اوريكم يعني الحاجات اللي انا جبتها وفرحت بيها قوي، وعارفه ان كلكم بتحبوني وكلكم هتفرحوا لي. ربنا يا رب يرزقكم بكل حاجه نفسكم فيها. وتعالوا بقى اوريكم اخر حاجه، وكانت الترابيزه القمر دي كمان يا بنات. دي بقى من ضمن هدايا صحابي. بقى جزء من الفلوس، لان هم ما شاء الله عدد، فكل حد بقى بيجمع يعني بيجمعوا مبلغ معين، واللي بيتبقى بيه بقى بيسالوني نجيب لك ايه بيه. فانا بصراحه كنت محتاجه كده ان انا اعمل ديكور يعني حلو كده رمضاني في البلكونه ان شاء الله، واصوره معاكم باذن الله. فهم بقى جابوا لي الترابيزه وقالوا لي خلاص انت بقى يا ايمي هاتي الكراسي. فان شاء الله كده هصورها معاكم برضو، وهنعمل مع بعض ديكور حلو جدا في البلكونه ان شاء الله لشهر رمضان. وبس كده يا بنات، دي بقى الهدايا اللي جت لي، يعني الحمد لله. بشكر طبعا صحابي حبايبي واخواتي على كل حاجة حلوة بجد بيعملوها عشاني وبيفرحوني. وعايزة اقول لهم بجد من خلال الفيديو ده، انتوا احلى حاجة واغلى هدية، ودعوة ماما ليا الله يرحمها. وكمان بجد انتوا عوض ربنا الجميل ليا، ربنا يا رب يخليكم ليا ونفضل دايما نفرح بعض كده كل عيد ميلاد حد، ويا رب دايما سند لبعض ومفيش حاجة تفرق ما بيننا ابدا. وطبعا متابعيني حبايبي الغاليين، ربنا يا رب يخليكم ليا ويكرمكم يا رب بالصحبة الحلوة. لان بجد الصحاب الحلوة يا جماعة رزق، والله الصحاب الحلوة رزق، افضل اقولها يعني دايما. لان انا ربنا يعني كرمني باغلى واجمل اخوات في الدنيا حقيقي، دول دعوة ماما الله يرحمها ليا. انا من غيركم بجد ولا حاجة، ربنا ما يحرمني منكم. ودايما تفرحوني ودايما افرحكم يا رب، وما يدخلش ما بيننا شيطان ابدا ولا يفرق ما بيننا حد. تعالوا بقى يا بنات نجرب مع بعض يعني الكبة القمر دي في فرم الفلفل. وهنا عايزة اوريكم قد ايه هي جميلة، اللهم بارك. انا فرمت فيها كمية كده من الفلفل الملون. وطبعا المقطع ده يعني انا عملته معاكم قبل كده في فيديو تفريزات رمضان. بصراحة كنت مصورة الفيديو ده يعني قبلها تمام. فما كنتش بقى سجلت الصوت على فيديو الهدايا غير بعد ما نزلت الفيديو بتاع التفريزات. ان شاء الله هسيبه لكم في شاشات النهاية في اخر الفيديو. بجد هيعجبكم جدا، وكمان هتستفادوا منه كتير قوي. الكبة حلوة جدا جدا. انا قطعت كده الفلفل قطع صغيرة، وبعدين فرمته فيها كده يعني. بصراحة ما حبيتش انعمه قوي. طبعا انت لو حابة بقى تنعميه بتضغطي كده مرة واتنين وتلاتة لحد ما ينعم معاكي، ولكن هي تكة او تكتين بالكتير. وفرمته كده فرم بسيط خالص زي ما انتوا شايفين كده. كب اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد، حلوة جدا ما شاء الله. لا بجد انصح اي حد بيها، حلوه جدا وبتاخد ما شاء الله يعني بالرغم ان هي صغيره، ولكن بتاخد كميه حلوه جدا. انا كمان فرمت فيها بصل، وعملت فيها كفته الرز يا بنات. ولكن خلوا بالكم لازم الرز يكون طري جدا، ويكون طبعا منقوع قبلها بيوم زي ما قلت لكم في اول الفيديو. هي مش بتحب الحاجات القاسيه خالص، لا هي عايزه حاجات كده بسيطه وخفيفه، وفي نفس الوقت لازم تريحيها. بصوا بقى الفلفل مفروم حلو ازاي، اللهم بارك، تحفه. طبعا لو كنت حابة نعمه أكتر من كده كنت نعمته. ربنا يا رب يرزقكم بكل ما تتمنوه زيادة. بحبكم في الله. ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة لو لسه ما اشتركتوش، وفعلوا الجرس يا بنات على كلمة الكل، علشان كل ما انزل فيديو جديد يوصلكم وتشوفوني على طول. اشوفكم على خير واقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.